السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. كتير مننا بيشتكي ان انا بنضف كل يوم والبيت مش بيبان عليه اي تنظيف. تعبتي من كتر التنظيف علشان انت بتنضفي بطريقة غلط. انت ممكن يكون بتعملي خطوات مش صح، فعلشان كده البيت دايما بيتبهدل بسرعة جدا. هقول لكم على الخطوات وامشوا عليها بالترتيب، هتلاقي الدنيا تمام معاكي طول الاسبوع ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده نعمل لايك كده جميل للفيديو يا جماعه وانتوا بتتفرجوا، اللايك كده. اول حاجه طبعا بتعمليها لما يوم ما هتيجي تنضفي، هتفتحي الشبابيك او البلكونات بتاعه البيت كله. ادي كمان البلكونه هنفتحها، اي مكان منفذ ممكن يتفتح افتحيه. اهو هنفتح كل حاجة، ده اول حاجة تعمليها. اوعي تنضفي وفي اي شباك او بلكونة مقفولة، لان كده التراب اللي انت هتنضفيه هيرجع لك تاني في البيت. هيروح فين ويجي منين؟ هيفضل موجود في البيت عندك. لايك كده يا جماعة للفيديو عشان بتنسوا دايما اللايك، وده مش بيخلي الفيديو ينتشر. بعد ما فتحنا الشبابيك بقى هنعمل ايه؟ هنشغل المروحة. مروحة هتشغل مروحة حتى لو في الشتاء. شغليها وخليها بعيد عنك كده، او تخليها فوق في السقف شوية، او بعيد عنك، المهم عشان ما تتعبيش. ودي هتساعد جدا جدا في ان هي تطير لك التراب اللي انت هتنضفيه كله من الشبابيك ومن البلكونات المفتوحة دي. لو انت فرشه كده زي ما انا فرشه على الانتريه او على الليفنج او في اي حاجه، لا، فرشه الحاجات ديت عشان تحافظي عليها. طبعا اول حاجه بنبدا نلم كل حاجه مفروشه على الانتريه او على الليفنج او في اي حته انت حطاها المفارش اللي بتبقى مفروشه. وهنشيلها كده علشان ده هتتنضف لوحدها دلوقتي. وهنشيل كمان اي مفرش يكون موجود على سفرة، او الترابيزات اللي قدامنا على الانتريه، او الترابيزات اللي في الصالون، او السفرة. هنلم كل المفارش. يبقى بعد ما فتحنا الشبابيك وشغلنا المروحة، هنبدأ نلم المفارش كلها، سواء المفارش اللي على الترابيزات او المفارش اللي في الانتريه او الليفنج بتاعك، لان دي بتبقى شايلة حاجات وانت مش واخده بالك. ممكن تقعدي تنضفي وهي يبقى عليها اصلا بواقي اكل من الولاد، عليها اي حاجه، حد كان بياكل لب، اي حاجه من دي. بعد كده تلاقي الدنيا اتبهدلت تاني بعد ما نضفتي، ولا كانك نضفتي. اهي دي تالت ترابيزه انا هشيل من عليها كل حاجه. وهشيل طبعا المفارش دي كمان بيبقى فيها تراب، ممكن ما يكونش باين قدامك، بس طبعا بيبقى فيها تراب. في خلال 20 دقيقة 30 دقيقة انت هتنجزي الانجاز ده كله، وهترتاحي طول الاسبوع. يا دوب هتبقي بتعملي حاجات بسيطة جدا جدا. اهو هننضف المفرش ده كده كويس، عشان لو عليه اي حاجة تنزل بالمرة قبل ما نبدأ شغلنا. تمام كده، لمينا كل المفارش بتاعتنا وفتحنا كل شبابيكنا وشغلنا المروحة. لو عندك بقى كده سلك، ده اول حاجة تعمليه. السلك بتاع الشبابيك، اول حاجة تبدأي تنضفي فيها الشباك والسلك بفرشة بقى. شوفي انت بتنضفي بوسيلة ايه. فرشة زي دي مثلا بتمشي عليها على السلك كده، وطبعا السلك المفروض يتعمل بفرشة مش بفوطة او بقماشة ابدا، لان لو بتنضفيه بفوطة او بقماشة ده هيخليه يتقطع بسرعة قوي، مش هيعيش معاكي. لكن السلك يعني فرشة، اي فرشة عندك كده ناعمة وكويسة بتبقى معمولة للسلك مخصوص، هو يتنضف بيها. ما يتنضفش ابدا بفوطة وتقعدي تهبدي عليه لما يتقطع. نضفنا الشبابيك، طبعا هنمشي على الشبابيك كلها كلها، لان دي بيبقى عليها تراب. لو عملتيها بعد ما لمعتي، التراب كله هينزل على الارض تاني، او بعد ما كنستي هتلاقي التراب نزل على الارض تاني. يبقى ده الترتيب الصح، في خطوات لازم نمشي عليها يا جماعة. بعد كده نبدأ، بصوا بقى، بفوطة كده ونهبد بقى، اديها هبدتين كده حلوين لكل مكان عندك، لان طبعا بيبقى فيه، بصوا، تراب هنا فوق، بيبقى تراب على الايدين، وبيبقى تراب على القعدة اللي انتوا بتقعدوا عليها. ننضف بعد ما عملنا الشباك، ونمسك هنا مثلا ده الصالون برضو، تنظيفة كده سريعة. هو ده اللي بيخلي التراب ينزل من اللي على الحاجة. وطبعا مش تحتاجي تعملي الحركة دي كتير. حابة تعملي الحركة دي بالمكنسة وتشفطي، ماشي، بس أنا بستثقل أوي موضوع المكنسة، إن أنا أقعد أعمل فيها دي. ممكن أعملها مرة كل شهر، موضوع المكنسة ده. لكن بحب بالفوطة كده إن أنا إيه أنضف. هنبدأ بعد ما عملنا الهبدة الجامد ده بقى في كل الحاجات اللي هي المتنجدة، نبدأ بقى في التلميع. فوطة التلميع بقى، ونشيل التراب من على كل حاجة.
مش التلميع النهائي، خدوا بالكم ده لسه في خطوة في الآخر خالص مهمة جدا جدا جدا، ودي اللي هتحسسك بقى بالانتعاش يعني. احنا بس هنشيل بقى لو في أي تراب، دي ترابيزة التلفزيون، أي تراب بقى، ترابيزة التلفزيون، ترابيزة الصالون، ترابيزة الليفنج، أي مكان بقى فيه تراب، أرفف عندك. شايفين البتاع دي يا جماعة؟ مين عنده زي دي؟ دي اللي هو الملح، اباجوره الملح، كانت جالي هديه من حد غالي عليا قوي قوي قوي. صديقتي كانت غاليه عليا قوي، غاليه عليا قوي يعني، وهي اللي جابتها لي هديه، ما كنتش اعرفها بصراحه. بيقولوا ان هي بتشيل الطاقه السلبيه. فانا بعد ما بنضف بحط الفيشه في الكهرباء واسيبها شغاله بالايحاء، حتى كده بحس بحس ان الطاقه السلبيه راحت يعني بالايحاء حتى والله. هو انا ما حسيتش بفرق جامد قوي، بس بالايحاء بصراحه بحس كده براحه نفسيه لما بشغلها. هبدأ باجي هنا على الأرفف دي كلها وأشيل اللي فيها وألمع وأرجع الحاجة تاني مكانها. خدوا بالكم من الخطوات لأن دي مهمة جدا، الترتيب اللي أنا بقول عليه ده بالنظام اللي أنا بقول عليه ده. هنشيل بقى كل ده ونلمع كده ونرتب ونرجع الحاجات مكانها من تاني لحد ما الدنيا هنا تبقى نظيفة تماما. وطبعا الرف من فوق ومن تحت ومن كل حتة سريع سريع، وتخليكي سريعة في الشغل كده، ما تبقيش بطيئة. لو عندك بلكونة ابدأي فيها الأول. يعني أنا كده هطلع على البلكونة، هنضف الكراسي اللي علي اللي فيها والشلت اللي فيها، وهلم الستاير دي وهكنسها، وبعد كده أمسحها. لو البلكونة نطفت هتحس ان الشقة كلها بقت نظيفة وبقت جميلة. لكن لو انت عماله تعملي جوه والبلكونه مش نظيفه، ممكن حد في ثانيه يطلع بلكونه يجيب لك في رجليه تراب ويدخل لك تاني، يجيب اي حاجه من بره تراب ويدخل لك بيها الشقه تاني. فدايما حاولي البلكونات، لو عندك بلكونه اعمليها الاول، وبعد كده ابقي ادخلي على بقيه الشقه من جوه. فانا بحب جدا جدا ابدا في البلكونه كمسح بقى واعملها كامل، يعني اعملها كامل قبل ما ابدا اكمل الليفنج عندي جوه والريسبشن كله عموما يعني. اهو خدنا تنظيفه حلوه كده، هكنسها وهمسحها بقى. نيجي بعد كده على الريسبشن او بقيه الصاله بتاعتنا، هنعمل ايه؟ هنشغل بقى المكنسه بعد ما نضفنا ولمعنا. بس خدوا بالكم تشغيل المكنسه ليه طريقه. بصوا انا بعمل كده السجاده بالطول، انا مصوره لكم في جزء واحد عشان تاخدوا بالكم. شايفين انا بعمل ازاي؟ ادا كده بالطول، وارجع الف المكنسه واخد نفس المكان بالعرض تاني اهو، علشان لو في اي حاجة في فرو السجادة يتنضف معايا. يبقى احنا هنعمل بالطول وبعد كده بالعرض، ما تعمليش في اتجاه واحد ابدا وتسيبيه. المرحلة الأخيرة بقى هي المسح. هتجيبي بقى المسحوق الجميل اللي انت بتحبيه، اي مسحوق يكون ريحته جميله كده، وطبعا انت كنست الارض كلها، فاي تلميعه هتبقى جميله واي تلميعه هتظهر عندك. انا عندي عشان باركيه، وللاسف الباركيه ده حساس جدا جدا، مش حباه بصراحه، بس انا اجبرت عليه يعني. انا بفضل طبعا السيراميك او البورسلين، الحاجات دي افضل بكتير جدا. لكن الباركيه ده حساس قوي ومتعب في التنظيف، مش متعب يعني، يقلقك كده، وطول ما حد يدوس عليه تبقى لان الخشب طبعا في الارض. المساحه دي يا جماعه هايله جدا جدا جدا، انا جبتها ومن الحاجات اللي انا مبسوطه بيها قوي ان انا جبتها. شايفين بتدخل في الحتت الضيقه ازاي وبتلمع حلو جدا. هم كانوا بيقولوا ان هي للباركيه بس بصراحه انا بعمل بيها كل حاجه، يعني بعمل بيها سيراميك. شايفين بتلف في جميع الاتجاهات ازاي؟ ممتازه ممتازه ممتازه. وكمان على فكره انا جايبه واحده تانية للحيطان عشان اغسل الحيطان بيها، عاملاها مخصوص للحيطان، حلوه قوي 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 للحيطان. بص انا عايزه اوريكم وانا داخله تحت الكنبه بيها كده. شايفين هي هتلف لي بقى كده وهتعمل لي كل حاجه وكل مكان. وهوريكم كمان دلوقتي من الكرسي، لو الكرسي ضيق او والمساحات ضيقه بتدخل ازاي، بتجيب كل حاجه وبتلمع كل حاجه من تحت الكراسي كمان والاماكن الضيقه، لان راسها بتلف جميع الاتجاهات اهي. على الحيطان بقى مش تاخدي وقت في غسيل الحيطان. كنت بصوا يوم غسيل الحيطان ده كنت ببقى متضايقه جدا وزهقانه وموضوع تقيل على قلبي جدا. من ساعه ما جبت دي والحيطان عندي بقت يعني في منتهى السهوله غسيلها. خلصنا بقى المسيح الشقه كلها، نبدا بقى التلميعه الاخيره. اي ملمع عندك كده للازاز وللخشب تبدأي بقى بعد ما مسحتي وعملت كل حاجة، دي التلميعة اللي هتديك الروقان وهتديك الريحة الجميلة في البيت، وهتديك انتعاشة كده تمشي بالفوطة والملمع ده بتاعك اللي ريحته جميلة في الشقة كلها. ويبقى كده خلصتي وتمام، وكده انت الدنيا نظيفة معاكي الأسبوع كله، وربنا يديكوا الصحة والعافية وتنضفوا على طول وبيتكم يبقى أحسن حاجة.